قال المشير عبد الفتاح السيسي قبل أن يعلن عزمه على الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أنه إذا أصبح رئيسا لن يجعل أحدا يرتاح، وها هو الآن على كلها أيام معدودة ويتولى الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي مهام منصبه الفعلية بإرادة المصريين البسطاء الذين انتخبوه بكل أريحية وبكل رغبة في تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق النهضة المأمولة لهذا الشعب الذي عانى كثيرا، وآخرها هذه السنوات الثلاث العجاف منذ انهيار نظام مبارك. والحقيقة أن أمام المشير عبد الفتاح السيسي تركة ثقيلة ينوء بحملها الجبال أعانه الله، لكنه ينبغي أن يعلم أن لكل فرعون موسى ولكل موسى هارون. وكثر الحديث في هذه الآونة الأخيرة عن مطالب الشعب للرئيس، وكأن الرئيس بيده عصا سحرية سيغير حال المصريين بين عشية وضحاها. لكننا في هذه الحلقة نخرج عن المألوف ونتناول حلقتين أو نتناول جزئين منفصلين من مطالب الشعب. الأولى مطالب عاجلة سريعة بما هو متاح وبما هو في إمكانيات وقدرات الدولة المصرية والتي يمكن تحقيقها بسهولة، والأخرى مطالب ليست أيضا عاجلة ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت لكي يتم تنفيذها. أما المطالب العاجلة التي نتحدث عنها فهي أولا تكليف الحكومة بسرعة تبسيط وقضاء مصالح الناس العادية التي تتمثل في تخليص المصالح العادية للناس من خلال ما يتعلق بمهام الحكومة. الثانية إقالة أي مسؤول يتسبب في تحطيم مصالح الناس. الثالثة الاستجابة الفورية لكل ما ينشر في وسائل الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بما هو حقيقي يتضمن تقصير مسؤول أو إهمال في أي منطقة أو أي ناحية من النواحي. الأخرى تعليمات باستغلال كل الإمكانيات المتاحة في تلبية احتياجات المواطنين، لأن هناك كما نعلم هناك أشياء كثيرة غير مستغلة تضمها جنبات مؤسسات الدولة المختلفة. الرابعة أي مشكلات أو أي شكاوى يتقدم بها مواطنون لا تحتاج إلى تمويل إضافي يرهق ميزانية الدولة المرهقة فعلا، تمام، يجب تلبيتها بسرعة. الخامسة رفع سقف أو إطلاق يد الإعلام الرسمي المتمثل في التلفزيون والمؤسسات الصحفية القومية في متابعة ومراقبة المسؤولين. الخامسة تكثيف جهود الشرطة في الأمن الجنائي. الآن تخلصنا من الأمن السياسي وقضينا على فلول الإخوان وبنسبة كبيرة جدا، مما يترتب عليه أن تتفرغ جزء من الشرطة وجزء من أجهزة ومؤسسات الدولة الأمنية إلى القضاء على الأمن الجنائي الذي أصبح يقض مجاعي المصريين من مظاهر البلطجة وما خلافه. سرعة برضو أيضا تكليف الحكومة بسرعة رفع جميع المخلفات والقمامة من جميع الشوارع، وتكليف رؤساء الأحياء بكل ما هو متاح من إمكانياتهم في أن يظهروا أن مصر أصبحت على أعتاب مرحلة جديدة. الخامسة سرعة هناك مشروعات كثيرة توفر لها التمويل اللازم. يعني لنضرب مثالا هناك أكثر من 17 مشروعا في قطاعات الصرف الصحي منذ 2007 توفر لها التمويل اللازم، ومع ذلك لم يتم حتى الآن الانتهاء من معظمها. فينبغي أن يكلف جميع أصحاب المصالح وجميع أصحاب المؤسسات والهيئات والمديرين ورؤساء الأحياء بوضع جدول زمني يتم منه الانتهاء بسرعة، أو تكثيف أو تقليل هذا الجدول الزمني الموضوع للانتهاء من تنفيذ المشروعات، حتى يشعر الناس بأننا فعلا على أعتاب مرحلة جديدة. وتأكيدا لما قاله السيد المشير أو الرئيس القادم إن شاء الله عبد الفتاح السيسي في أنه إذا أصبح رئيسا لن يجعل أحدا يرتاح، وبالتالي تصبح مصر في هذه الفترة القادمة البسيطة خلية نحل لتهيئ التربة أو البيئة لميلاد نهضة حقيقية لمصر، وهذا ما سوف نتحدث عنه في الحلقة القادمة. أخرى برضو من مطالب الشعب العاجلة أيضا سرعة وضع آليات بسيطة وسريعة لخفض أسعار السلع، لأن ميزانية الأسرة المصرية أصبحت الآن مرهقة، وهناك بحقيقة وبكل صدق تفاوت كبير في الأسعار غير معقول وغير منطقي وغير مبرر، لأنه ليس هناك آلية حتى الآن تلزم التجار أو تلزم رجال الأعمال بوضع هامش ربح كما يفعل كثير من الناس. فنحن لسنا في دولة رأسمالية متوحشة،
ولا في دولة اشتراكية. نريد أن يتشارك الجميع في أن تنهض مصر من كبوتها في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.